سلام الله عليكم جميعا متتبعي قناة تيكوتا تيفي. إليكم النتائج الكاملة للجولة الثالثة والترتيب العام للبطولة الوطنية موسم 2023-2024. إليكم النتائج الكاملة. انتهت المباراة الافتتاحية للجولة الثالثة بفوز المغرب التطواني على حسنية أكادير بهدفان مقابل لا شيء، فيما أولمبيك أسفي والفتح الرباطي انتهت هذه المباراة ب0-0. شباب المحمدية يظفر ب3 نقاط أمام يوسفية برشيد بهدف مقابل لا شيء، فيما قمة الرجاء والمغرب الفاسي تقاسم النقاط بنقطة لكل فريق. اتحاد طنجة على درب مباراة المغرب الفاسي والرجاء انتهت بهدف مقابل هدف. نهضة بركان يكتسح اتحاد تورقة الرياضي ب3 أهداف مقابل هدف، فيما الجيش فاز على نهضة الزمامرة ب3 أهداف مقابل هدف. فيما مباراة الوداد والسوالم انتهت لصالح الوداد بهدف مقابل لا شيء. إليكم الترتيب العام بعد اكتمال مباريات الجولة الثالثة. نهضة بركان يتصدر الدوري المغربي ب9 نقاط، فيما يليه الجيش الملكي في المرتبة الثانية ب7 نقاط. شباب السوالم الرياضي في المرتبة الثالثة ب6 نقاط، ثم اتحاد الرياضي التوارقة رابعا ب6 نقاط. الوداد البيضاوي في المرتبة الخامسة ب6 نقاط. في المرتبة السادسة نادي الرجاء الرياضي ب5 نقاط. في المرتبة السابعة الفتح الرياضي ب5 نقاط. في المرتبة الثامنة المغرب الفاسي ب5 نقاط. تاسعا المغرب التطواني ب4 نقاط. شباب المحمدية في المرتبة العاشرة ب3 نقاط. في المرتبة رقم 11 نهضة زمامرة ب3 نقاط. في المرتبة رقم 12 أولمبيك أسفي ب3 نقاط. أما مؤخرة الترتيب كل من اتحاد طنجة وحسنية أكادير ومولودية وجدة بنقطة واحدة.